لفيض المؤامرات والفتنة التي تحاكم قوى الهيمنة الرأسمالية ضد إرادة الشعوب وثوارها ومفكريها وقادتها، وهي أعتقد بكثير ما نظن عصيانا على الفهم للوهلة الأولى، وخاصة إذا دققنا بمضمونها والأطراف المشاركة فيها والسبل الملتوية التي من الممكن اللجوء إليها للوصول إلى أهدافهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تتصل تلك القوى من الاعترافات وكشف دورها في تلك المؤامرة، وكان ميالا إلى القضاء جل وقته فيها البراري والسهول والجبال مع أصدقائه، ولم يكن يميز بين أصدقائه وصديقاته منذ الطفولة. وفي المدرسة كان بأن هذه المفاهيم لو انتشرت تسهل الشعوب بوجه حكامها، والخطر من ذلك عليه وهو التوحيد. عام 1999 الليلة التي تربط 15 من شباط مع 16، خبر عاجل نشر على وكالات الأنباء، وكان الخبر مرتبطا بالشعب الكردي بشكل وثيق. ملايين الكردستانيين باتوا يسمعون اسم كينيا وعاصمتها نيروبي،